أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة من الناس لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني انتوا ليه تعظوا الناس دول اللي ضايعين اللي في الهلاك؟ تتعبوش نفسكم. فردوا عليهم قالوا لهم ايه الجماعة دول؟ قالوا لهم احنا يعني ايه؟ قالوا معذرة إلى ربكم، يعني احنا عملنا اللي علينا أمام ربنا سبحانه وتعالى بالنصيحة، ويبقى ايه كده احنا عدنا العيب، احنا قلنا لكم وانتم ما سمعتوش الكلام. مثلا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني يمكن يسمعوا الكلام ومش بعيد إن ربنا يهديك، ما تستبعدش على نفسك الهداية. أقسم بالله أنت عندك استعداد تبقى إمام وتبقى داعية إلى الله عز وجل، وده مش بعيد. كل يوم بنشوف ناس بتتوب قدام عينينا يا جماعة، وبيجيبوها على السوشيال ميديا والدنيا هتقوم وتقعد. يبقى مغني ومكسر الدنيا فوق، فجأة تلاقيه تاب وبيجي منشد ديني، بتلاقيه يدعي إلى الله عز وجل. فما تستبعدش حاجة. الشاب اللي غنى الأغنية بتاعت ما فيش صاحب يتصاحب، خش شوف عمل ايه، مكسر الدنيا. من مغني المطرب اللي مبوظ الشباب دلوقتي بقى بيدعي لله عز وجل وعمال ينصح في الشباب. خش واسمع الشاب ده، شوفه كان ايه وبقي ايه. لسه من ايام قليله، يعني مش من زمان بعيد، في ايام الفتن وليه جمهوره. اغنيه ما فيش صاحب يتصاحب، الواد طلع من الدنيا وبيقول انا كنت اعمل ايه. خش واتفرج وشوف التوبه وشوف. يعني ما تستبعدش حاجه على نفسك، مفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى. ولعلهم يتقون.